وليد كان يحب يطلع مع اصحابه كل يوم، وفي يوم من الايام الولد كان عنده طلعه مع رفقاته، فابوه منعه وقال له ممنوع انك تطلع مع اصحابك اليوم. بس وليد كان متحمس للطلعه كثير وكان بده يطلع باي طريقه، فاصر على ابوه وقال يا ابوي بس مره اليوم خليني اطلع بس هاليوم. وابوه ضل مصر على نفس الجواب، لا يعني لا ممنوع تطلع. بالاخير قرر وليد يستعين بامه من شان تفزع له وتحكي مع ابوه، ولما الام اصرت على الاب اخر شيء الاب قال له روح الله لا يردك روح. والمؤسف في الامر ان الولد طلع وفعلا ما رجع. الله سبحانه وتعالى استجاب دعوه الاب وتوفي الولد بحادث وهو مع اصحابه برا. القصه هي واقعيه وصارت قبل 10 سنين، يعني مو من وحي الخيال. فيها امرين مهمين جدا لازم نستوعبهم ونستفيد منهم. الامر الاول يا اباء ويا امهات لا تدعوا على اولادكم كل شيء سووه الا الدعاء، لان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر دعاء الوالدين مستجاب. فحاولوا تمسكوا نفسكم وقت الغضب عن الدعوات، لان الدعوه ممكن تكون سبب بحدوث شيء ما تتحمله. والامر الاخر اذا شفت ابوه قال لك لا تزيد عليه ولا تحاول تصر عليه، لانه ممكن يكون راضي بس من جواته مو راضي، وبما انه مو راضي من جواته ففعليا هو مو راضي عليك حتى لو قال لك سوي اللي بدك اياه. يعني بهي الحاله انت ما استفدت شيء من الاصرار. فالافضل تعتذر من اصدقائك وتاجل طلعتك، لان سلامتك اهم ورضا الله سبحانه وتعالى اهم، ورضا الله مقرون برضا الوالدين، رضاهم من رضا الله سبحانه وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنا وعنكم البلاء. واذا عجبك المقطع لا تنسى لايك ومتابعه. بامان الله.